الكلام اللي صدر عن الاجتماع كان الكلام الطبيعي اللي انتم بتسمعوه، انه تشديد الاجراءات الامنيه بالتنسيق مع ادارات الانديه لمنع دخول الشماريخ للملاعب، توعيه الجماهير من خلال القيادات الجماهيريه، تكليف الاعلام للقيام بدوره بمناشده الجماهير المصريه وتعتمد من خطوره استخدام الشماريخ والالعاب الناريه. سيتم تعديل اللائحه عقب تنفيذ العقوبه في الفتره القادمه لجميع الانديه، ذلك من خلال اجتماع اخر بين سمير زاهر رؤساء الانديه مع عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. اول التنازلات. وانا بقول لكم اهو انه هيتم الغاء مبدا اللعب بدون جمهور. ولما هتتعمل غرامات الانديه هتصرح من الغرامات. بس لما يجي حد طيب يتحرق ولا حد يحصل له نعمل ايه؟ احنا بنتاخر. ما هو المطلوب؟ وبناخد حوار، نعمل حوار، كلام نتكلم ونقول، مواضيع نحكي، لكن لما نحط لوائح نلتزم بيها. عندنا مسؤوليه على لما نحط نظام لابد ان احنا نمشي عليه. ده امر في غايه الاهميه الحقيقه. انا شايف ان احنا الحقيقه بطلنا الالتزام باللوائح خلاص وما استحملناش، والقله عاليه الصوت هي التي تفرض نفوذها على الاكثريه الصامته. احنا ما كناش صامتين الفتره اللي فاتت الحقيقه، واحنا كاعلام اتكلمنا بما فيه الكفايه وقلنا كتير جدا، لكنه مش عارف نعمل ايه اكتر من اللي عملناه. يعني ليه اللائحه هتتعدل؟ ليه الحوار من دلوقتي هيفضي الى ان احنا هنغير اللائحه؟ ليه يفقد الاتحاد مصداقيته؟ ليه تفقد المنظومه مصداقيتها يا جماعه؟ انا مش شايف الحقيقه اي سبب. الحوار نجيب الناس ونقعد ونتكلم ونوضح، ونجيب اللوائح الخارجيه ونقعد ونوضح ونتكلم، ونجيب الاخطار والمخاطر ونقعد ونوضح ونتكلم. لكن النهارده ان انت تطلع من الاجتماع تقول للناس خلاص القصه احنا نهينا الموضوع وما بقاش فيه موضوع المنع ده، هتطلع تسمع كلمه انتصرنا انتصرنا. كان نفسي يطلع الحوار، كان نفسي يطلع الكلام، كان نفسي الحاجات دي كلها تبقى موجوده، لكن للاسف الشديد انا يعني مستاء جدا. رغم ان الاجتماع كان فيه السيد وزير الداخليه، السيد وزير الاعلام، السيد رئيس اتحاد الكوره، الساده رؤساء الانديه، لا الانديه عارفه تسيطر على جماهيرها، ولا الاتحاد قادر يمشي لوائحه، ولا حتى وزاره الداخليه. اصل النهارده هتقولي طب فتش، طب افتش ازاي؟ حقوق الانسان هتجيلي جرش، ما ينفعش. طيب هتدخل الملاعب بالشكل ده، يقول لك انت سبتها ليه؟ ما انت كنت عامل لائحه قويه وانت من اول ما بخوا في وشك تراجعت وخفت. ما ينفعش. انا لما الكابتن سمير زاهر يثبت يتمسك. انا كاتب الاسبوع اللي فات في الفجر يحيى الفوضى، وقلت المح، وقلت ان انا اشم، ومشكلتي ان حاسه الشم عندي قويه شويه، انه في بوادر للتراجع، وبالفعل هيحصل التراجع. التراجع المره دي ياخد شرعيه الداخليه وشرعيه الاعلام، شرعيه الحكومه بامر الحكومه زي ما احنا واخدين النهارده في العناوين. خلاص احنا دلوقتي لابد ان احنا نسلم، ما نقدرش. الغريب انه قال لك الاهلي والاسماعيلي هيلعبوا من غير جمهور، والزمالك والمصري هيلعبوا بدون جمهور. اذا بالفعل قوانين المدرجات يضعها المشجعين لا الموظفين. يبقى انا احيي الولاد دول، هم انتصروا. لا وزاره الداخليه قدرت، ولا وزاره الاعلام قدرت، ولا اتحاد الكره قدر. والانديه كده هتطلع، كل رئيس نادي هيطلع للجمهور يقول لك شفت بقى جبت الديب من ديله. كيف نضع النظام؟ كيف نرسل قواعد؟ ازاي هنحط نظام وهنمشي عليه؟ مش عارفين نحط نظام في ماتشات كوره، هنحط نظام في انتخابات برلمانيه؟ هنحط نظام في انتخابات رئاسيه؟ طيب اسال سؤال، ناخد كده نسبق شويه. اتعملت انتخابات في دايره س كان بيتنافس فيها محمد ومحمدين. محمد خد 51% ومحمدين خد 49%. انصار محمدين ال 49% رفضوا الانتخابات دي، قال لك لا، وطلعوا وقاموا وما ادراك. طلعوا قاموا، خش بقى زي ما انت عايز، قول. النهارده الدكتور عمرو حمزاوي قايل في احدى الجرايد انه
الانتخابات القادمه الاكثر دمويه، قال كده عنوان كده، الاكثر دمويه قال كده بالظبط يعني. طلعوا لا احنا مش قابلين النتائج دي، والصناديق مش هتطلع، والنتيجه دي مش هتعلن كده. محمدين هو اللي فاز مش محمد. بلاش. رشح نفسه محمد قدام مينا. مينا نجح. محبوب اشتغل ونجح، ومحمد عنده انصار في شبرا مثلا ولا في اي حته يعني. هنعمل ايه؟ ما هم يقول لك ايه، ما يا جماعه مع اول ما الولاد صرخوا في وشهم في ماتشات الكوره رجعوا في كلامهم، هيرجعوا في كلامهم كمان في الانتخابات. انا اسف بس انا بقول اللي جوايا، اللي انا حاسس بيه. السيد وزير الداخليه، والسيد وزير الاعلام، والسيد رئيس الاتحاد، وست رؤساء اهلي زمالك مصر اتحاد اسماعيلي محله، عشان تقول لي ان دي اخر مره والمره الجايه خلاص الجمهور يرجع، وما قلتليش ايه الضوابط يا فندم؟ اللائحه هيحصل فيها ايه؟ عمل حسين ما اقدرش الومه، عمل اللي عليه وزياده، لا يملك من امره شيء، ما يقدرش قدام الوزراء وقدام الاتحاد وقدام رؤساء الانديه وقدام الغضب. وتعالوا شوفوا المشهد في المدرجات عمل ازاي، مش هطلعه تاني على الشاشه. لكن مين اللي بيولع ومين اللي بيعمل ومين اللي بيخلي؟ نفر قليل. نجيب ونتحاور ونتكلم ونجيب الحوادث ونقول الدنيا تبقى كده. عايز تعدل اللائحه العب بجمهور، اخصم نقط. دي الحاله الوحيده اللي اقول لحضرتك عداك العيب، اخصم نقاط. خلاص الجمهور عايز يجي، ومتعه كره القدم هي الجماهير، صح. افتح وخش وولع وشعلل، بس وانت مروح حضرتك اعرف ان ال3 بونت مش بتوعك. موضوع محسوم، لانه لابد ان يحترم النظام، وان لم يحترم النظام فلا نظام ولا حياه. واحسبوها على انتخابات مجلس الشعب، احسبوها على انتخابات مجلس الشورى، احسبوها على انتخابات الرئاسه، زي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا. لابد ان يحترم النظام. نحن الان نحترم الفوضى، نحن الان نحترم الصوت العالي. الاقليه الكاسحه من حيث الصوت العالي هي التي تسيطر وهي التي تحكم. وبقول لكم القرار الذي صدر ولم يعلن عنه انه اخر مباراه بدون جمهور هي مباراه الاسبوع المقبل، وبعدها اللعب بجماهير والدعوه الى لائحه اخرى. بالله عليكم لو عملوا اجتماع وجابوا المستشار جلال والكابتن حسن حمدي والدكتور عفت والاستاذ كامل ابو علي وكل الاساتذه الافاضل اللي كانوا موجودين، وقالوا لهم لو حصل شغب هنخصم نقاط، هيقول لك لا لعبني بدون جمهور. لا، يقول لك يا عم بدون جمهور ارحم. الغرامات الماليه صرخوا قال لك واحنا مالنا. بدون جمهور صرخوا قال لك واحنا مالنا. خصم نقاط هيصرخوا. ما هي العقوبه المنتظره؟ انا بفتح الباب لحضراتكم عشان تجاوبوني. ما هي العقوبه بعد التعديل؟ ما هي العقوبه المنتظره؟ نعمل حوار. انا من اشد انصار الحوار. نعمل حوار ونصل الى حلول، ولكن دون ان نخالف النظام. انا اسف برضو والله ما قصدي شيء. لو الراحل صالح سليم كان يجلس على مقعد رئاسة هنا او هنا لكان انا اول الموافقين على هذا المبدأ، لانه في نظام، والنظام على الجميع. والنادي الاهلي هو نادي المبادئ، هو النادي الذي لا يخالف مبادئه، لانه رفض ان يرجع عصام الحضري لانه عنده مبادئ وكلنا سقفنا له. وبالتالي لما في حاجه محترمه بتتعمل يبقى لازم كلنا